آمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير الآية الرابعة من سورة الفاتحة في قوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك الأمر كله في يوم الحساب والجزاء والمتصرف فيه وحده. الآية الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك يا الله بالعبادة وبالاستعانة، نخصك يا الله بالعبادة وبالاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. وهذا توحيد العبودية، العبادة لا تصرف إلا لله تعالى. الآية السادسة: اهدنا الصراط المستقيم. قال حفظه الله: وفقنا إلى الطريق القويم الواضح غير المعوج. المعوج أي المنحرف، طريق مستقيم غير معوج، وهو طريق الإسلام والإيمان. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السابعة في رواية ورش، في رواية حمزة عن نافع، هذه صراط الذين أنعمت عليهم آية وحدها، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية وحدها، على اعتبار بسم الله ليست آية. هذا في رواية في قراءة حمزة، لكن في قراءة حفص عن عاصم كلها آية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها آية. مع أن الصحيح في المعنى أن تكون صراط الذين أنعمت عليهم آية وحدها، لأن هؤلاء هم الصحابة والرسول، آية وحدها. وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى آية وحدها، هذا في المعنى. يعني الراجح أن تكون آيتين كما في رواية حمزة. عموما، قال المفسر حفظه الله: طريق الذين أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير أولئك الذين غضبت عليهم من اليهود والنصارى وكل الضالين، الحائدين كبرا عن طريق الحق والاستقامة، البعيدين جهلا عن جادة الصواب، من أتباع المذاهب والملل الأخرى غير الإسلام، ومن أهل الفسق والنفاق. آمين هذه تضاف في الصلاة، آمين بمعنى اللهم استجب، آمين بمعنى اللهم استجب لنا. فضل الفاتحة، هنا في الهامش ذكر المفسر فضل السورة. قال: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. هي السبع المثاني أي 7 الآيات، والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، على رأي بعض المفسرين أنها سورة الفاتحة. وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير في جلن، في رحلة، يعني في جلن يعني في مسير، في سير، ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا، أي صلى الله عليه وسلم تلا: الحمد لله رب العالمين. هذا يدلك على عظم فضل سورة الفاتحة. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الفاتحة. نستمر غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.